بيبدأ الفيلم مع مارتيسيا اللي بيكون شكلها غريب وهي بتحط ميك اب وبتخرج من المجاري وبتتمشى هي واتنين مرعبين جدا في الشارع، ولما الناس بتشوفهم بيخافوا وبيقفلوا الشبابيك. وبتوصل مارتيسيا هي واللي معاها الحفل زفاف، وهناك بنشوف جوميز اللي بيتخض جدا علشان ما بيلاقيش الخاتم اللي هيقدمه لمارتيسيا، لكن بتيجي ايد مقطوعه وبتديله الخاتم وبتبدا مراسم الزفاف. بس فجاه بتيجي ناس كتير جدا عاملين مظاهره ضدهم وبيهتفوا برحيل عيله ادمز اللي بيبداوا يدافعوا عن نفسهم. وفي الوقت ده بيهرب جوميز ومارتيسيا علشان يروحوا يعيشوا في مكان بعيد، وبيركبوا عربيه وبتبدا رحلتهم. ولما بيسال جوميز مراته مارتيسيا عن سبب حزنها بتقول انهم ما ينفعوش يفضلوا هربانين للابد لانها نفسها تكون عيله. فبيقول لها جوميز ان هو هيحقق لها كل احلامها. وفجاه عربيتهم بتخبط حد ماشي في الشارع، فبينزل جوميز مع مارتيسيا علشان يطمنوا على الراجل اللي اتخبط. وبالصدفه بيشوفوا بيت مخيف على قمه جبل، فبتقول مارتيسيا ان ده اجمل مكان ممكن يعيشوا فيه. وفي الوقت ده بيفوق الشخص اللي اتخبط بعد ما تحول لزومبي، فجوميز بيديله الشنطه علشان يمشي وراهم. وبيوصلوا للبيت اللي بيكون عباره عن مصحه مهجوره، ولما بيدخلوا بيلاقوا غامض ومرعب، وده بيكون بيت احلامهم. وفجاه بيسمعوا صوت مرعب بيطلب منهم يسيبوا البيت، لكنهم ما بيخافوش وبيقرروا يعيشوا في البيت ده. وبيتصوروا وبيكتبوا على الصوره عائله ادمز، وبيخلفوا ولد وبنت. وبعد 13 سنه بتفتح مارتيسيا الشباك وهي فرحانه بالامطار والغيوم لان ده الجو المفضل بالنسبه لها. وبتسمع تاني الصوت المرعب اللي بيطلب منها تسيب البيت، لكنها ما بتهتمش. وبتطلب من الزومبي اللي اسمه لارتش يحضر لها الفطار. وبنشوف شجره مسحوره اللي بتصحي بنت مارتيسيا اللي اسمها وينزداي، واخوها بوجز اللي بيرمي فاس عليها، لكن وينزداي بتتريق عليه وبتقول له انها نفسها حاجه جديده تحصل لهم لانها حاسه بالملل. وبتروح عند بوابه البيت لانها سمعت صوت جاي من بره، وبيبقى سبب الصوت ده بنت صغيره راكبه عجله. وبتمشي البنت دي بسرعه لانها خايفه من شكل البيت. اما بوجز اللي بيركب الصاروخ اللي صنعه بنفسه وبيطير بيه في السماء، ولما والده بيحذره بيرمي عليه بوجز لقنابل ومتفجرات علشان يلعب معاه، لكن جوميز بيزعق له لانه ما بيتمرنش علشان الحفله. وبيقول له ان ده اهم يوم في حياته علشان يقدر ينضم لعائله ادمز. وبيقول له ان اليوم ده عائله ادمز بتتجمع كلها علشان يقرروا هل هيكون واحد منهم ولا لا. فبوجز اللي بيقول لوالده ان المبارزه بالسيوف حاجه قديمه وممله، وانه بيحب القنابل والمتفجرات علشان كلها اثاره ومتعه. وبيقعد جوميز مع مارتيسيا واولاده على السفره علشان ياكلوا. وبتسال مارتيسيا جوميز عن اجتماع العيله، وفجاه بيدخل من الشباك اخو جوميز اللي اسمه فاستر وبيرحب بيه جوميز وهو مبسوط. وبيقول لمارتيسيا ان هو طلب من اخوه يجي قبل الاحتفال علشان يساعد بوجز لي في تدريباته. فبتقول مارتيسيا لفاستر ان هي لو تعرف ان هو هيوصل بدري كانت حضرت له القبو علشان ينام فيه. فبيقول لها فاستر ما تشغلش بالها لانه هينام في اخر دور في البيت. وبتسال وينزداي مامتها ايه اللي موجود بره البيت لانها سمعت صوت جاي من بره. فبتقول لها مارتيسيا ان مفيش حاجه بره وانها بتتخيل الاصوات دي. وبيدخل لارتش المطبخ وبيفتح التلفزيون وبيتفرج على برنامج بيحول اي بيت قديم لبيت جديد. وبتعرض مذيعة البرنامج بيوت للبيع بعد ما بتخلص إعادة بنائها. وبعد ما التصوير بيخلص بتطلب المذيعة من المخرج يزود البالونات والاحتفالات اللي بتتعمل في آخر المشهد. وبتوصل بنتها في الوقت ده وبتقول لها إنها شافت بيت قديم ومخيف على قمة الجبل. فبتقول لها مامتها إنها مش فاضية لها وعايزة تصور البرنامج وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بوجزلي بيكون بيتمرن على النشال واخته بتتريق عليه، فبيزعق لها بوجزلي وبيتعصب عليها. فبترد عليه وينزداي بكل برود وبتقول له إن هو مش مستعد للاحتفال وعلشان كده هي هتساعده، وبتعمل له حفرة في الجنينة علشان يستخبى فيها. وفي الوقت ده بتظهر قدامهم بالونة من البالونات اللي طارت من تصوير البرنامج لحد ما وصلت بيتهم. فبتاخدها وينزداي وبتروح لباباها ومامتها وبتقول لهم ان اخوها اختفى وما عادتش لاقياه. فبتعرف الام ان وينزداي دفنته وبتسالها عن البالونة اللي ماسكاها في ايديها. فبتقول لها وينزداي انها ما تعرفش جيت منين لكنها حبتها وهتحتفظ بيها. وبيخرجوا من البيت لما بيشوفوا ان في ورق بينزل من السماء، والورق ده بيكون طاير من الاحتفال. وبيخرج بوجزلي من الحفرة وبيمسك ورقة علشان يعرف ايه ده. وفجأة بيختفي الضباب اللي حوالين البيت وبتظهر المدينة، فبتتضايق مارتيسيا من شكلها. وفي الوقت ده بتكون المذيعة بتصور البرنامج بتاعها، ولما بتبص من الشباك بتتخض هي والمصورين لما بيشوفوا بيت عائلة آدمز لأن شكله بيكون مخيف ومرعب. وبنرجع لعائلة آدمز اللي بتوصل للمدينة وبتبدأ تستكشف المكان، وبتترعب الناس وبتجري لما بيشوفوهم في الشارع. ولما بيدخل جوميز محل قهوة بتخاف البياعة من شكله ومن شكل الإيد المقطوعة اللي معاه. وبيطلب جوميز منها يجرب بواقي القهوة اللي عندهم، وبيروح يطلب من مارتيسيا تجرب طعمها. وبيقابلوا في الشارع مجموعة من الأطفال وهم بيغنوا وبيرقصوا، فبينضم لهم فاستر علشان يغني معاهم، لكن بيخرج من جسمه خفافيش كتير جدا فبيخاف كل اللي موجودين وبيهربوا. وبتدخل عليهم المذيعة اللي اسمها مارجو وبترحب بيهم وبتعرض عليهم تغير بيتهم، وبتوعدهم انها هتحولوا البيت جميل وهيعجب كل الناس، وبتتفق معاهم انها هتزورهم بكرة.
بعد كده بترجع عيلة آدمز للبيت وبيوري فاستر لبوجزلي سيف العيلة وبيطلب منه يعمل طقوس معينة موجودة في كتاب كبير، وده علشان يثبت ان هو قادر يدافع عن عيلته ضد اي خطر، ووقتها هيقدر يمتلك السيف ده، وبيديله سيف التدريب بتاع الأطفال علشان يتمرن بيه. وتاني يوم بتوصل مارجو مع المصورين لبيت عيلة آدمز وبيكون معاها بنتها اللي بتصور فيديوهات لمواقع التواصل الاجتماعي، ولما بيدخلوا البيت بترحب بيهم عيلة آدمز وبتبدأ مارجو تتفرج على البيت وبتقترح الحاجات اللي ممكن يجددوها فيه، وبتوريهم مارتيسيا حفرة عميقة جدا في البيت وبتخرج من جسمها عناكب كتير جدا علشان تعمل جسر على الحفرة علشان يعدوا للناحية التانية. فبتعدي مارجو هي والمصورين من على الجسر وهم مرعوبين. اما بنت مارجو بتتعرف على وينزداي وبتقول لها انها اسمها باركر، وبتستغرب باركر ان وينزداي ما عندهاش تليفون وكمان ماسكه قوس وسهم وبتنشن على عمها. وبتحكي باركر لوينزداي عن زمايلها وعن المدرسة وهي خايفة منها. وفي الوقت ده بيعترض جوميز ومارتيسيا على افكار مارجو في تجديد البيت، وبتخاف مارجو هي والمصورين وبيهربوا لما بيسمعوا الصوت المرعب اللي بيطلب منهم يسيبوا البيت. بعد كده بتروح وينزداي تطلب من باباها ومامتها انها تروح المدرسة مع باركر، لكن مامتها بترفض الفكرة، بس وينزداي بتقدر تقنعها بحجة انها هتروح علشان تخوف الاطفال اللي هناك. وفعلا بتروح وينزداي المدرسة والاطفال بيستغربوا من شكلها، ولما بتشوف بنت بتتنمر على باركر بتروح تتحداها ان هي لو عملت كده مرة تانية هتشوف منها وش مرعب. فبتخاف البنت وبتمشي، ووقتها باركر بتشكر وينزداي لانها دفعت عنها. اما عند مارجو فبتبعت رسالة لكل اهل المدينة علشان تخوفهم من عيلة آدمز، وده علشان تطردهم من البيت وتستولى عليه لنفسها. اما وينزداي بتعلم باركر ازاي تعذب ضفدع، وبيتفرجوا بنات الفصل عليها وهم مرعوبين. وفجأة بتضرب الكهرباء كل الضفادع اللي بتقوم وبتتحرك في الفصل، فبيخافوا الاطفال وبيجروا. وبعد ما المدرسة بتخلص بتعرض باركر على وينزداي يروحوا يتمشوا في المدينة. اما مارتيسيا فبتكون قلقانة على بنتها اللي لسه مرجعتش البيت. وفجأة بتدخل مامة جوميز من فتحة الدفاية وبتقول لهم انها جت على سفينة قراصنة وبتوريهم الحاجات اللي سرقتها منهم. وبتستغرب مارتيسيا وبتسألها عن السبب اللي خلاها تيجي قبل ميعاد الحفلة، فبتقول لها ان جوميز طلب منها تيجي بدري علشان تساعدهم في تحضيرات الحفلة. فبتتضايق مارتيسيا ان جوزها عمل كده. اما وينزداي لما بترجع البيت بتتضايق مامتها لما بتشوفها لابسة توكة في شعرها وبتطلب منها تشيلها، لكن وينزداي بتسيبها وبتطلع اوضتها. فبتروح وراها مامتها وبتطلب منها تنضم لها علشان يحضروا ارواح بعد العشاء، لكن وينزداي ما بتهتمش بالموضوع وبترد على مامتها ببرود. بعد كده وينزداي بتزور باركر في بيتها وبيتكلموا عن رد فعل مامتها لما شافت التوكة، وبتقول باركر لوينزداي انها بتتمنى ان مامتها تسيبها تلبس اللي هي عايزاه وما تجبرهاش على حاجة. فبتقول لها وينزداي انها هتساعدها علشان تغير شكلها للأحسن. وعند مارتيسيا اللي بتتكلم مع مامتها من خلال كرة سحرية بتشتكي لها ان بنتها بتكلمها ببرود ولا مبالاة، فبتقول لها مامتها ان بنتها شبهها لانها وهي صغيرة عملت زيها وهربت مع بنات الكشافة، لكنها ملت ورجعت للبيت. وبتقول لها ان بنتها بتعمل نفس اللي عملته وهي صغيرة. ومن ناحية تانية كان جوميز واخوه بيدربوا بوجزلي على المباراة بالسيوف، وبعد ما بيخلصوا بيقول جوميز لاخوه ان هو حاسس بالفشل لان ابنه مش مستعد للحفلة، وللاسف بيسمعهم بوجزلي فبيزعل جدا وبيتأثر من كلام باباه. اما وينزداي فبترجع للبيت وهي لابسة لبس باركر، فبتتعصب مامتها جدا لما بتشوفها علشان سابتها وخرجت، فبتعاقبها مامتها وبتقول لها انها مش هتخرج من البيت تاني ولا حتى هتروح المدرسة. اما في بيت باركر بتترعب مارجو وبتصوت لما بتشوف شكل بنتها الجديد، هو ده بعد ما حولتها وينزداي لشكل مخيف ومرعب. وبتقول باركر لمامتها انها هتختار كل حاجه لنفسها، فبتاخد مارجو من بنتها التليفون وبتحبسها في الاوضه. وبنرجع لوينزداي اللي بتقرر تهرب من البيت، ولما بوجزلي بيشوفها من الشباك بيحاول يمنعها، فبتقول له ان المكان ده سجن بالنسبه لها وهي مش قادره تعيش فيه، وبتتمنى له التوفيق في حفله بكره. وبعد ما بتمشي بتدخل مارتيسيا على ابنها وبتساله عن اخته، فبيتوتر بوجزلي وبيقول لها انها راحت لباركر. ولما بتوصل وينزداي لباركر بيحاول يدور على التليفون بتاعها اللي مامتها اخدته منها، وبيقرروا يدخلوا اوضه الخياطه اللي مامتها منع اي حد انه يدخلها. ولما بيدخلوا الاوضه دي بيحركوا كتاب بيوديهم لمكان سري تحت البيت، والمكان ده بيكون مليان شاشات بتراقب سكان المدينه بكاميرات خفيه. وفجاه بتظهر مارجو اللي بتتضايق جدا وبتحبسهم في اوضه لوحدهم، وبيبدا مخرج البرنامج يوجه الناس علشان يصوروا اخر حلقه، لكنه بيترعب لما بيلاقي عيله ادمز منتشره في كل مكان. فبيكلم مارجو بيعرفها بكل اللي حصل، فمارجو بتبعت رساله لكل سكان المدينه علشان يتجمعوا ضد عيله ادمز المخيفه. وفي الوقت ده جوميز ومارتيسيا بيستقبلوا العيله
اللي جيت علشان تحضر حفلة بوجزلي. اما وينزداي بتفتح الباب بدبوس الشعر وبتاخد باركر علشان تروح لبيتهم. وفي بيت عيلة ادمز بتكون العيلة كلها اتجمعت علشان يحضروا الاحتفال، وبيقف بوجزلي قدام العيلة كلها وهو خايف، وبيبدأ الاختبار الاول وبيقلد كل صورة في الكتاب وبيقدر يوصل لاخر مرحلة وهي المبارزة بالسيوف. وللاسف بيقع على الارض فبيفشل في الاختبار وبيتأسف لباباه لانه خذله، لكن باباه بيتأسف له وبيقوله ان هو اللي خلاه يعمل حاجة تقليدية ونسي يخليه يعمل الحاجة اللي بيحبها. وفي الوقت ده بيوصلوا اهل المدينة بقيادة مارجو وبيدمروا بيت عيلة ادمز، فبيطلب جوميز من ابنه ان هو يواجههم بالقنابل علشان يحمي عيلته. وفعلا بوجزلي بيبدأ في رد الهجوم بالقنابل علشان يدمر الصخور اللي بتترمي عليهم بالمنجنيق، وبتمشي وراه كل العيلة علشان يخرجوا من البيت، لكنهم بيتحاصروا بعد ما بتخلص الذخيرة من بوجزلي. بس فجأة بتظهر وينزداي وبتخلي الشجرة المسحورة تسحبهم واحد ورا التاني وبتقدر تنقذهم من مارجو وأتباعها. وبيعرفوا أهل المدينة إن عيلة آدمز مش متوحشين وإن مارجو هي اللي الشريرة، وبتقول مرتسيا لمارجو إنها مش هتهرب من الناس اللي زيها تاني أبدا. أما باركر بتقرر إنها تعيش مع عيلة آدمز وبتفضح مامتها، وبتقول لأهل المدينة إن مارجو بتتجسس عليهم بكاميرات مخفية في بيوتهم. وبتصور باركر مامتها وهي بتشتم أهل المدينة وبيشوفوها عدد كبير جدا من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. وبيقول لها المخرج إن البرنامج بتاعها وقف لأن المنتج مش موافق يكمل معاها، وبيعتذر أهل المدينة لعائلة آدمز على اللي عملوه وبيساعدوهم يرمموا بيتهم وبيحولوه لبيت جميل جدا. وكمان بوجزلي بينجح في الاختبار لأنه أنقذ عيلته وقدر يكون واحد من عائلة آدمز. وبس كده، لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات. سلام.